عبد الرحمن الإبراهيم الجوف. عبد الرحمن، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. اليوم المقشوش عندك يا عبد الرحمن، عطنا تفاصيل المقشوش. مساك سعيد فيصل وعلى السادة المشاهدين. طبعا مناطق المملكة تحفل بقائمة كثيرة ومتعددة من أصناف المطبخ السعودي الشعبي والتراثي. هذا المطبخ اللي يتشارك فيه معظم مناطق المملكة في بعض الأطباق الأساسية كالجريش على سبيل المثال، لكن هنالك أطباق متتخصص فيها بعض المناطق، منها المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية. على وجه الخصوص في منطقة الجوف هناك أصناف عديدة لم تظهر بشكل بارز من الأطباق الشعبية والتي أعادتها أيادي الطاهيات الماهرات، لعل من أبرزها أكلة المثقل وعصيدة السمح، والتي تعتبر طبقان شعبيان في منطقة الجوف نسبة لامتلاك المنطقة للمكون الأساسي في إعداد هذه الطبخات. اليوم نسلط الضوء على المقشوش، والذي اعتمدته هيئة فنون الطهي كواحدة من الحلويات السعودية الشعبية. المقشوش طبعا الذي ظهر في هيئة فنون الطهي هو يعتبر حلوى، لكن في منطقة الجوف يختلف مسمى المقشوش ليكون واحد من أنواع الخبز الذي يخبز على بعض الأواني الخاصة فيه بأيادي الطاهيات وأيادي أيضا حتى كبار السن وبعض الشباب الذين يمارسون المكشات في مثل هذا التوقيت في كل عام. في مثل هذه الأوقات الشتوية طبعا يكثر الطلب على الأكلات الشعبية، منها الجريش وغيره من الأكلات التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المميزة ومكونات الطاقة والدفء. اليوم نتحدث ونسلط الضوء على بعض هذه المكونات وهذه الأكلات مع الطاهية أم محمد اللي نمسي عليها بكل خير. أم محمد، اليوم نتكلم عن المقشوش. المقشوش يختلف بالجوف عن مقشوش حايل، حدثينا عن الطبختين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأكل المقشوش يختلف كثير عن مقشوش حايل. حنا نستخدمه كأكل مع المرق، مع السمن، مع الأكل عامة. الأكل نستخدمه المقشوش حنا. أما حايل اعتبر أنه داخله سكر وحلا، ما يصلح غير هو نوع واحد. كيف يتم خبز المقشوش الجوفي؟ خبز المقشوش الجوفي عظيم، وبعدين نستخدمه على الصاج أو المخابيز الأول اللي كانت زي القبة، كانوا قديما يستخدمونها فيها. بس صارت الحديثة وتطورت وصارت صاج على الغاز. نخبزها، نعجن العجينة مي وملح فقط، ونخل من الليل نعجنها ونحطها بالثلاجة تخمر، وهي من نفسها لا خميرة ولا شيء. ناخذ من الخبزة على الصاج، نروجها شوية شوي تتحمر ونقلبها على الوجه. طيب اسمحي لي نتعرف على الطبقين اليوم اللي انت جهزتيهم لنا، مقشوش الحايلي وخبز المقشوش اللي يصنع من الصاج. اسمح لي فيصل استعرض لك بعض المشاهد وام محمد تشرح لنا. المقشوش الحايلي كثير لاحظت انهم يستخدمونه. في ناس تستخدمه بالدبس والسمن، في ناس تستخدمه بالشيرة. النكهات تختلف. في ناس يدخلون عليه الهيل، القرفة، اللومي الأسود. في ناس لا تحط معه دبس مع السمن. يعني كل واحد وله طريقته. وهذا اليوم مسوينه بالشيرة مع شوية دبس تمر، والهيل واللومي الأسود. طيب هذا المقشوش الحيلي يعتبر حلا، وهذا المقشوش الجوفي اللي هو خبز. ايش استخدامات الخبز هذا اللي هو المقشوش الجوفي؟ ايش ذكرينا؟ الخبز الجوفي قطعة كاملة كأنه رغيف خبزة نستخدمه بالمرشوش، نستخدمه مع المرق، نستخدمه على الرز، ناكله مع الجبان، وينوب بدل الخبز العادي. نخبزه زي كذا ونصفطها زي كذا، أو فتيتة مع الفقع، مع كل شيء يستخدم خبزنا بالذات. أما حايل صنف واحد بس حلويات. أما حنا خبزنا، شوف هذا من الساعة 10 خبزناه، شوف كيف هذا يقعد يوم كامل يومين وتفرزنا ما يضر أي شيء. فيصل إذا سمح لنا الوقت، طبعا أم محمد تملك سجل حافل من المشاركات المحلية، وأيضا اللي من خلالها تقدم الأكلات الشعبية والجوفية على وجه الخصوص. واليوم هي بادرت في صناعة المقشوش الجوفي والمقشوش الحايلي اللي يعتمد من هيئة فنون الطهي، إضافة لأكلة الجريش واللي سلط الضوء